اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي الامراض العسلات، وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. اتاخرت عليكم شويه عشان كان عندي شويه ظروف. النهارده بقى هنعمل فيديو جديد وروتين جديد. طبعا هنكمل المطبخ اللي انا كنت بقول لكم عليه، ان انا مغيره فيه شويه حاجات وكده. طبعا انا كنت جايبه بهارات جديده زي ما انتم شايفين كده. فطبعا البهارات القديمه كنت بفضيها عشان اغسلها، عشان ايه احط فيها يعني ايه لو في بهارات تاني ولا كده. طبعا انتوا عارفين المطبخ يعني بيبقى كله مثلا بالنسبه للاكل بيبقى كله بهارات بقى. يعني البهارات الكتير دي احنا ما بنستغناش عنها. فانا قلت بقى اما اغسلها الاول، بحيث ان هي يعني تنشف وكده عشان احط فيها ايه بهارات تاني وكده. فدلوقتي انا بغسلها زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا قلت اجيب طعم بهارات جديد، عشان مثلا اخلي البهارات دي الايه، طعم البهارات ده اخليه مثلا لحاجات قليله، مثلا زي اللي هو الكباب الصيني، زي الحبان والمستكه، زي الحاجات القليله اللي احنا عارفينها دي. اما طعم البهارات الجديد اللي انا جايباه هيبقى ان شاء الله للشاي وللسكر، وطبعا البهارات بتاعتنا الاساسيه اللي هي الكمون والسكر والحاجات دي. فانا ايه فانا ابتديت ان انا اغسل فيهم. قلت عشان مثلا ايه يعني شافوا كده عشان عندي بهارات، فطبعا كنت عايزه اعملهم يعني احطهم وكده. فزي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا كنت جايبه شويه حاجات، يعني بصوا اللي انا بقول لكم عليها دي الاشياء يعني ديت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا دول يعني الرشيه بتاعت البهارات الاولانيه اللي هي بتاعت البهارات دي. فانا طبعا انا عملت رف للبهارات الجديده. فانا قلت ايه، طبعا الصابون السائل وكده ملوش مكان، وفي حاجات طبعا ملهاش مكان عندي في الرشات الكبيره. فقلت لا، انا هحطها في الرف ده بتاع البهارات ده. يعني قلت اما احطه جنبي وكده، يعني منها برضك ان انا إيه استفاد بيه برضو. ما رضيتش عينه، لا قلت استفاد بيه باي حاجه تاني برضو. انتوا فاهمين قصدي؟ فطبعا انا كنت عامله بقى ايه رف خشب للبهارات. يعني هو خشب من العادي دوت، بس والله بصوا انا الحمد لله انا اقل حاجه برضه بيها. يعني مش مثلا اقول لكم لا ده انا عامله وعامله، لا الحمد لله انا جايبه له رف خشب والله وخليته جميل جدا. وطبعا جنب الرخامه دي انا كنت عايزه اعمل رخامه تانية، بس بيني وبينكم قلت لا، يعني ما ينفعش ان انا اعمله، هتكلف. وغير كده ان انا مثلا لسه اعمل تاني في الحيطه، قلت لا اعمله بايه، برف خشب تاني برضو. ودي حاجات انا كنت في البلد دي مقشه اللي هي المشه الخشنه دي جايبها للسجاد. ودوت برضك اللي هو اللزق اللي انا جايباه للرخامه، والتاني دوت جايباه للتلاجة وللرف التاني. وهنا انا كنت بروق الرخامه عشان ما يبقاش عليها اي حاجه، يعني اي حاجات ناعمه ولا كده، عشان ايه اللزق ده يلزق معايا هنا يا بنات. واللي يوصل اللي عندي هنا يا بنات صلي على النبي كده، ويحط لي لايك واشتراك وتفعيل في الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان يوصل برضو لحبايبكم التانيين الفيديو. بصوا انا كنت بقص انا جبت اللزق ده عشان اقصه، عشان احط اللي ايه، يعني اسيب حته للرخامه دي، واخد منه حته صغيره للرف الخشب اللي انا بقول لكم عليه، عشان يبقى شكل الرخامه، يعني يبقوا هما الاتنين زي بعض يعني. ماشي. فطبعا انا كنت هنا بقيسه على قد الرخامه عشان اقطع على قد الرخامه، والحته اللي تتبقى اعملها الرف الخشب، عشان ممكن اقص مثلا الخشب وما يتبقاش للرخامه. فقلت لا، الاول خلينا في الاول في الرخامه، لان هي دي اللي باينه، وهو ده ايه المنظر بتاعها وكده. بس عايزه اقول لكم ان اللزق ده فعلا جميل والله. انا يعني شفت يعني ناس كتيره وشفت يعني كاسفتي برضك حطاه، يعني عجبني صراحه. دي بقى الرف الخشب اللي هو العادي اللي انا بقول لكم عليه. يعني بصي حولته من يعني من رف خشب لحاجه تانية خالص صراحه، لرف تاني خالص. واللي يشوفه ما يقولش ان هو خشب. يعني انا لو كنت لزقته قبل ما اوريه لكم ما كنتش هتعرفوا ان هو خشب، بس انا قلت لا انا هعرفكم، يعني انا اوريه لكم من الاول، عشان يعني اللي في امكانها ان هي تعمل حاجه تانية تعملها، واللي في امكانها برضك ان هي تجيب خشب تجيبه. والله العظيم بصوا يعني الحاجات دي ما بتكلفش على فكره خالص. انا كان عندي خشبه كبيره وقطعت منها،
قطعت منها حته الرخامه الصغننه، يعني الخشبه الصغيره بتاعت التوابل دي. والباقي كان في حته جنب السرير عندي مفرقه، فجيت احطها ايه، حطها جنب السرير. إيه معايا يا بنات. وطبعا طقم التوابل اللي انا بقول لكم عليه اللي هو الجديد اللي هو في الجنب ده اهو، انا جبته برضك يعني عشان يبقى منظر المطبخ شيك وكده. إيه طبعا الطقم ده الواحده منه ب10 جنيه، يعني التوابل اللي هي صغيره دي الواحده منه ب10 جنيه. فانا قلت لكم يعني الحاجات ما بتكلفش والله، يعني بقى لها حاجه بتخلي مطبخك جميل قوي قوي، يعني ما مش لازم برضك. بص انا كنت عامله لهم، كنت عامله قبل كده رف ازاز كبير قوي، بس ما عجبنيش صراحه لانه كبير قوي وطويل وكده. قلت لا، يعني عايزه رف صغير بحيث ان هو يبقى شكله صغير وكده وشيك كمان. ودوت انا كنت بفضل البهارات، البهارات اللي كانت عندي. طبعا انا كنت جايبه منهم اتنين بس، فكنت مستنيه الراجل يجيب تاني من البهارات الجديده دي، كنت مستنيه الراجل ما يجيب تاني عشان انا اكمل بقى ايه طقم البهارات بتاعي. طبعا هنا ورق اللوري برضك في بهارات تانية، يعني ايه بتبقى عايزه بهارات كتير. فطبعا بهارات الورق اللوري ما قضاش في الورق في العلبه الصغيره، قلت لا احطها في الايه العلبه الكبيره. طبعا انا فضيت الرف ده، قلت هسيبه للبهارات التانية زي ما قلت لكم. اما البهارات الاساسيه بقى تبقى تحت ايدي، إيه عشان خاطر ما عاوزه ولا كده الاقيها تحت ايدي. ماشي اهو. إيه دي الحبهان، وكان في برضك مستكه فضيته معاه برضو في في البهارات الصغيره دي. إيه انا عايزه اقول لكم ان انا والله خليت يعني خليت المطبخ حاجه تانية خالص، وبقى لها حاجه وعجبني والله والحمد لله وشكله حلو قوي. يعني انتوا فاهمين، كنتش متوقعه والله ان هو يبقى حلو بالمنظر ده. والرف الخشب برضك اللي جوزي عمله حلو قوي صراحه، يعني يعني موفر معايا حاجات كتير. انا بقول زي ما قلت لكم كان عندي حته رخامه بس ما نفعتش، فبيني وبينكم قلت لا احنا نعمله بقى حته رف خشب بس والله جميل. رف الخشب برضك ده كان عندي برضو إيه غير الرف الصغير. وانا بقول لكم ان في ستاره، وده الرف اللي انا كنت بقول لكم عليه اللي هو بتاع التوابل حطيته هنا. إيه بصوا، دي رف تاني خالص بتاع خشب، بس انا ما لزقتش عليه لزق صراحه، انا حطيت عليه اللي هو المشمع التاني اللي انا كنت بوريه لكم ده، اللي هو عليه اشكال فوق كده، لانه ما كانش ينفع ان انا الزقه خالص. إيه ليه بقى؟ إيه انا يعني حتى لو هينفع انا بيني وبينكم ما حبيتش لازق عليه، قلت عشان لو عايزه احط عليه ميه ولا كده إيه ما يفكش، لان اللزق ده اصلا بيفك من الميه. فطبعا انا استخدامي يعني بصوا انا استخدامي إيه على الرخامه قليل. ليه بقى؟ بحط عليها الحاجات اللي هي العاديه الناشفه. ماشي. فطبعا التاني بقى ممكن مثلا احط الفوطه بتاعه المطبخ واصفي عليه حله، اصفي عليه اي حاجه. هنا طبعا انا جيت اعمله ما عرفتش اعمله بينه وبينكم، فخليت جوزي ان هو ايه هو اللي يعني هو اللي يركبه لي، هو اللي يلزقه كده. حتى انا بقول له انت بتقصه ليه، هو قص الحته اللي فوق دي، بقول له ما كنتش قصتها. وهنا بقى انا كنت مبسوطه بيه خالص، شفت يعني قال لي حاجه والله الواحد بيتبسط بيها. إيه هنا كنت مبسوطه، كنت جايبه ورد هنا في الجنب هنا عشان اخلي برضك منظر المطبخ حلو. والتوابل هي انا كنت يعني انا كنت كملتها، كنت كملت طقم التوابل اللي هو الجديد اللي انا قلت عليه. وهنا بقى ايه كان في كنت المشمع ده انا كنت قطعت منه للتلاجة، اللي جوه التلاجة. انا بحب احط النوعية دي في التلاجة. ليه بقى؟ بشيلها وبغسلها على طول وبتنضف معايا. حطيت حته للتلاجة، قطعت حته للتلاجة، ويعني اللي هم الايه الاربع رفوف دول قطعت لهم حته، وحته للرف ده، وحته اللي فوق التلاجة. يعني ما شاء الله ان هو ايه يعني كان كبير وعمل معايا الكميه دي كلها. وزي ما انتم شايفين الرف اهو، تشوفوا حلو ازاي والله. هو كان عايز ان هو يدين، بس انا بيني وبينكم ما دهنتوش لاني كنت مستعجله وكده. وكان جوزي كمان ركبه وما صدقت ان هو يركبه لانه اخد، يعني احنا كنا محتارين اصلا نركبه ازاي عشان ادخل الغساله تحت منه. طبعا الغساله التانية انا حاططها في البلكونه عندي، لبستها كيس وحطيتها في البلكونه عندي. ليه؟ بحيث ان انا اوسع على نفس المكان، لان الغساله دي حطيتها تحت الحوض. فلما طبعا الحوضه جايباها بمخرجين،
يعني مخرج للحوض ومخرج للغساله، ان انا حاطه فيها الخرطوم بتاع الغساله، فابتدى يجيب ميه وكبه ميه، كل يوم يغرق لي المطبخ ميه. فقلت لا، اجيبها في مكانها، لان مكانها اصلا جنب الغساله كده في مخارج ليها وفي حنفيه ليها. فقلت لا، خليني في مكانها احسن. معايا كده يا بنات. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. ودي كنت انا جايبه فوط للمطبخ جديده، كنت جايبه التلاته برضك ب10 جنيه اللي انا بمسح بيها دي. ف يعني زي ما قلت لكم اقل حاجه الحمد لله، يعني الواحد بيرضى بيها والله، وبتخلي المطبخ جنه. ماشي. ودي كنت بدي لمعه كده اخيره، لمسيتي الاخيره كده للمطبخ. إيه وزي ما انتم شايفين اهوت شكل المطبخ والله بقى شكله تحفه خالص بالحاجه دي. ماشي. وطبعا الستاره اللي على باب البلكونه انا حطاها لايه بقى؟ عشان لو في هوا ولا كده، لان بيبقى الجو عندي ساقعه، وانا الشيش بتاعه الازاز بتاعه مكسور اصلا. انا اللي داخله يعني الشقه ومفيش شيش، مفيش يعني ازاز للشيش، لا هي مكسور. فجيت شايله لانه خفت ان هو يقع على اولادي وكده، فركنته. فطبعا انا مرضتش ان انا بيني وبينكم ان انا اجيب له شيء يعني ازاز، انتوا فاهمين. فقلت لا، وديت كانت اخر حاجه. انا كنت جايبه الحاجات دي جديده زي ما انتم شايفين، والستاره برضك هتشوفوها. و... والعندي والعندي هنا كده يكون خلصت معاكم المطبخ، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل في